أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية بشير بالجزء الثاني من حلقتنا. سنتعرف على وسائل الحماية التي يجب أن نتبعها لتحصين أنفسنا من الهجمات الخبيثة والاختراق والتجسس. هذا ما سيطلعنا عليه ضيفنا من فلسطين المهندس أحمد بطو، مختص في هندسة البرمجيات وأمن المعلومات والجرائم الإلكترونية. أهلا وسهلا فيك أحمد على شاشة قناة الغد وبرنامج شير. بداية يعني لو تطلعنا على أكثر الطرق التي يجب أن نستخدمها لحماية هواتفنا من الاختراقات. أول شيء تحياتي لكم جميعا، تحياتي للمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. بالنسبة لتحصين الهواتف الذكية، هي كتير مهمة وخطيرة، وعندنا كتير أمور اللي إحنا بنحتفظ فيها خصوصيتنا. لهيك ما نفتح روابط اللي هي وهمية. ممكن يبعتوا عن طريق التراسل الفوري اللي هو واتساب، وأيضا فيسبوك. وما ننزل تطبيقات اللي غير موثوقة فقط من جوجل بلاي وأيضا أب ستور. طيب أحمد، انتشر بالسوشيال ميديا أنك اكتشفت ثغرة بتطبيق سناب شات، ممكن تحكي لنا عنها أكثر؟ أكيد. قبل أسبوع تم اكتشاف ثغرة خطيرة في تطبيق موقع التواصل الاجتماعي اللي هو سناب شات، اللي بيمكن من مشاهدة في القصص والمذكرات في داخل سناب شات. اللي هو ممكن يكون عندي في تطبيق سناب شات أو حساب سناب شات، وأنت بتختار الصور والفيديوهات اللي هي تظهر فقط للأصدقاء. ولكن عند استغلال الثغرة أنا بقدر أشوف بشكل عام كل الفيديوهات والذكريات، وهذا بهدد الخصوصية من الدرجة الأولى. طيب أحمد، يعني معقول تكون فعلا هي التطبيقات عم تتجسس علينا وعلى حياتنا الشخصية؟ تطبيقات بتتجسس علينا طبعا بإذننا، لأنه إحنا اليوم بننزل تطبيقات عديدة، ما بنقرأ سياسة الخصوصية. سياسة الخصوصية بتقول إنه التطبيق اللي بينزل عنا باخذ السماح للميكروفون وأيضا اللوكيشن وكل المعلومات. فإحنا بنفرض على نفسنا قيود عديدة اللي ما بنقراها وبنبيع المعلومات تبعتنا. طيب أحمد، شو هي أكثر الهواتف تعرض للتجسس والسرقة والفيروسات برأيك؟ حسب رأيي أجهزة الأندرويد هي معرضة أكثر شيء. لا، وبعدين تجي هالأجهزة الآيفون. لهيك بنصح الناس ما تعمل روت ولا تجيل بريك حتى ما تكسر الحماية. طيب كيف ممكن نواجهها؟ كيف ممكن تواجهها؟ كسر الحماية ولا تحافظ على الخصوصية؟ لا، كيف بدي أحافظ على الخصوصية؟ أكيد أول شيء ما تفتحي روابط، كيف ما ذكرت أول شيء روابط اللي هي وهمية ممكن أنت ربحت مبلغ معها. وأيضا ما تنزل تطبيقات غير موثوق فيها، يعني فقط من جوجل بلاي، أو ما تنزل من مواقع اللي هي مشبوهة. طيب أحمد بطو، مختص في هندسة البرمجيات وأمن المعلومات والجرائم الإلكترونية، شكرا لك.